السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخر فيديو النهارده في سلسلة سر الصنعة بعنوان الحراس. والخدعة دي اسمها كده لان انت بيبقى معاك تو كينجز او شايبين او حتى ولدين او بنتين، وهما بيمثلوا الحراس في الخدعة دي. فبتخلي الشخص يختار اي كارت، ولنفترض مثلا 2 قلب. بعد ما الشخص يرجع ال2 قلب في الكوتشينة ويفنطها بتعمل كده، فالكارت المختار بتاعهم بيبقى بين الحراس اللي هما البنتين او الولدين او الشايبين. وبعد كده بتاخده تاني ترجعه في نص الكروت وتعمل كده تاني، الكارت يرجع تاني بين الحراس. فعشان كده ده اسم الخدعه. تعالوا نشوف الخدعه كده بالراحه وبعد كده نشوف الشرح. قبل ما نشوف بقى الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لك اللينكات كلها تحت في الديسكربشن. وبالاخص انستجرام تعمل لي فولو هناك، علشان خاطر انا هناك باخد راي المتابعين في حاجات كتير جدا، وبسمح للناس انها تسالني وبجاوب عليهم في الستوريز. ولو انت حابب تشتري خدعه مدفوعه هسيب لك برده لينك الستور بتاعي تحت في الديسكربشن لو عايز تشتري اي خدعه مدفوعه من الخدع بتاعتي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. ان شاء الله النهارده اعمل لكم خدعه حلوه قوي وقويه، تاثيرها جميل جدا. تعالوا نشوف الخدعه الاول بعد كده نشوف الشرح. طيب اول حاجه انا عندي هنا مساعدين، الجاك والكينج. خلاص هنا الاثنين عندي اهو. طبعا ممكن ادي الشخص ان هو يتاكد ان هم كارتين. هنا زي ما انت شايف جاك، وهنا ايه؟ كينج. خلاص ممكن اخليهم قدامي هنا حتى. طيب دلوقتي هقول للشخص قول لي ستوب في اي مكان، ونفترض قال ستوب هنا. هقول له احفظ الكارت ده كويس بالعلامه، اهم حاجه ايه؟ ما ينساهوش. الكارت بتاعه في النص سكوير، ممكن ايه افنط بالشكل ده، وافنط كده برضو عادي اهو. وهعمل بس كده، بص 1 2 3 هلاقي في كارت واحد دخل ما بين الجاك والكينج. كارت واحد هو بس اللي بين ايه؟ الكارتين. طيب تعالوا نشوف الكارت ده ايه. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كينج، هنا الكارت بتاع الشخص اللي هو ايس والجاك. خلاص هاخد الكارت ده احطه هنا على جنب بالشكل ده كده. طبعا دول ايه؟ جاك وكينج. ممكن اقفلهم برضو عادي تاني. دخل الكارت اللي هو الايس اوف هارتس اي بين الكروت. هعمل تاني كده يدخل ما بينهم تاني. تعالوا نشوف هنا الجاك، وهنا الايس اوف هارتس، وهنا الكينج. جاهز تشوف الشرح؟ يلا بينا. اول حاجه يا سيدي، انت في الخدعه دي محتاج تركز على حاجتين: على تسلسل الخدعه، وعلى شويه حاجات كده هقولها لك. انا بصراحه بحب اهتم بيها جدا، وبشوف ان هي دي الحاجات الفارقه في الماجيك. بعد ما بوري الشخص ان انا هنا معايا جاك وكينج، بعمل بريك على اول كارت. ازاي؟ بسحب الكارت وبرجعه وانا حاطط بريك. خلاص بالشكل ده كده يبقى في هنا بريك. بص من هنا مفيش حاجه باينه، الكروت عاديه، لكن من تحت عندي في ايه؟ في بريك صغير قوي زي ما انت شايف. خلاص شافوه مش عارف ايه، اتاكدوا ان هم كارتين. اقول لهم بص هنا ايه؟ الجاك الاول وبعد كده الكينج، صح؟ في الحاله دي بص، انا بمسك الثلاث كروت سوا اهو بالشكل ده. بقول له انا عندي هنا جاك وكينج، صح؟ ممكن اضمهم واقول له بص خليهم في ايدك، اقفل عليهم جامد. فخلاص هو مفكر ان دول كارتين، بس هم في الحقيقه كارت وبينهم كارت عشوائي، يعني الاثنين مساعدين وكارت ايه؟ عشوائي. خلاص بخلي الكروت دي في ايد الشخص، بخليه يختار كارت. ونفترض مثلا اختار الكارت ده، اقول له احفظه كويس بالعلامه. هنا انا بتحكم في الكارت واخليه اول كارت. عندك مليون طريقه تقدر تعملها بيها. انا الطريقه الشائعه اللي بستعملها وبحبها جدا سهله قوي، انك تقول له قول ستوب، تشيل الباك كلها، قول له احفظ الكارت كويس بالعلامه. انا شرحتها في فيديوهات كتير قبل كده. وانت بتقول له احفظها كويس بالعلامه، باجي بالثلاث صوابع دول بسحب الكارت يمين وارخي ايدي شويه، فبسيب الكارت ينزل شويه. خلاص يبقى اهو بص، احفظ الكارت، اهم حاجه ما تنساش بالعلامه. بحط ايدي، اسحب يمين وافتح ايدي شويه تاني، بسحب يمين واسيب ايدي شويه لتحت كده. خلاص اول ما ارجع باين ان هنا ايه؟ الكارت في النص، بس هو في الحقيقه تحت. خلاص ليه؟ ايدي مغطيه بسكوير كده الكارت اخر كارت. ممكن تعمل حاجه اسمها دبل اندر كات، انك تعمل بريك تحت اخر كارت كده، وبعد كده تمسك الباك كلها او الكوتشينه كلها، تقسم، تحط بالشكل ده. بعد كده تاخد حبه وحبه. انا ممكن اعمل دي عادي عشان اخلي الكارت اول كارت، وممكن سهل خالص بعد ما تخلي اخر كارت وتعمل اي فيك شافل، انك كانك فنطت يعني. وقوم جاي ساحب ده وحاطط باقي الكروت بالشكل ده قدامه. بس اهم حاجه وانت بتسحب الكارت التارجت بتاعك، الشخص اللي اختاره، الكارت اللي الشخص اختاره، بتسحبه ناحيتك بحيث هو ما يشوفوش. يعني ما تسحبش كده، بسحبه ناحيتي وخلاص. بقى ابدا اعدل جسمي عادي تماما، مفيش اي حاجه كده. الكارت بقى ايه؟ بقى اول كارت. طيب هنا تيجي الماجيكال مومنت، بعمل كده تك
هلاقي في كارت واحد دخل بين الايه الكارتين، وانا بقول له بص في كارت واحد دخل، بعمل بريك على الكارت بتاع الشخص اللي هو كده بالشكل ده، بحط الثلاث كروت بقول له بص تعالى نشوف، وبعد كده بشيل الاربع كروت، فبالتالي هيبقى عندي كارت عشوائي، كارت وكارت الشخص. تمام. طيب بعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي ركز، بمسك الكروت كلها بقول له كينج كارتك اللي هو كان هيقول لك ايه 4 كلابس، قول له بص 4 كلابس، هينبهر طبعا وكل حاجه. هاخد ال4 كلابس دي، يعني طبعا انت في الحقيقه ايه اللي حصل؟ ده كارت عشوائي، بس انت لما رفعت هو شاف ايه الكارت بتاعه، بس في الحقيقه ده كارت عشوائي ما حدش اصلا فينا يعرفه، لا انت ولا هو. خلاص. طيب دلوقتي انا قلت له وده كارتك، تعالى تاني من الاول اهو، كينج كارتك ايه 4 كلابس، تمام اهو، والجاك. خلاص. فهنا افتكر ان ال4 كلابس لسه ورا الجاك. ممكن تنزل الكارت ده كده، ترجع دول تاني، تدوم لشخص يحطهم في ايده يقفل. طبعا في الحاله دي هو الهيت كله هنا، فاستحاله حد بعد ما انت اديته الكروت دي يفتش وراك، فاهم؟ فخلاص دول في ايد الشخص تاني. هقول له بص هاخد ال4 كلابس، هي اصلا كارت عشوائي. هنا انا مثلت، انا بحب اعمل الحاجات دي قوي في الماجيك، اللي هو كان 4 ايه كلابس، تمام، بس هو اصلا يعني كارت عشوائي محدش يعرف عنه حاجه. الفكره او السايكولوجي بتاعت الحركه دي هي ان انا ببقى عايز اخلي في مصداقيه اكتر، فاهم قصدي؟ يعني مش مجرد اللي هو تمام هاخد كارتك احطه، لا هاخد الكارت اللي هو كان 4 كلابس، شوف بمثل اللي هو كان 4 ايه يا ربي عايز افتكر، فقوم جاي ماسك الكارت شايفه ده 4 كلابس، فاهم قصدي؟ قوم جاي مرجعه في نص الكروت، هعمل تاني نفس الحركه، طك سناب، همسك الكوتشينه او الكروت اللي في ايده اقول له بص في كارت تاني رجع، وبرده بوريه له بنفس الطريقه عشان الفوتوجرافيك ميموري. يعني المره دي مش بحب برده اطلعه واعمل كده، بعملها بنفس الطريقه، مش انا في الطريقه الاولى عملت كده ورفعت ونزلته، لا انا برضو هعملها بنفس الطريقه كده عشان تبان ان هي نفس الحركه، ما يبانش ان في حاجه كرنج او اللي هو اشمعنى في المره الاولى سحبت كده ورفعت كده. فانا بعمل كده اقول له اهو، وبعد كده كارتك اهو، واخر كارت. هي مش هتفرق قوي، انا ساعات بحب اعملها كده بنسبه كبيره يعني، فاللي يريحك جربها مره واتنين مع كذا شخص ويشوف التاثير. وكده كده هي الخدعه عامه بتختلف تاثيرها من شخص لايه للتاني. فاهو والكارت التاني اللي هو كارتك والجاك. وبس دي كانت جرعه سحريه بدون اثار جانبيه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الخدعه وعايزنا نتكلم عن ايه الفتره الجايه. وانتظروا فيديوهات اقوى. شكرا ليكم، سلام عليكم.